هل بدورك في فيلم المشروع عملتي نقلة من أدوار الإغراء للأدوار الجادة؟ أنا قلت يعني بقيت تقريبا 3 سنين أو سنتين حابة كتير إنه أغير من جلد مروة وما أعمل الأدوار اللي عملتها قبل هيك. وكتير اتعرض علي أفلام من الأنواع اللي فيها إغراء والأشياء اللي فيها مثيرة جدا، فأنا قلت اعتزلت الأفلام اللي فيها إغراء المبتذل جدا. ولكن يعني يمكن هو كان فيلم واحد من الافلام اللي قدمته كان اوفر شوي عن الافلام. يعني انا قدمت 7 اعمال، ال7 اعمال هاي ما كان يمكن الا من بيناتهم فيلم واحد اللي كان هو شوي اوفر عن بقيته. بس انا قلت يعني بقالي 3 سنين رفضت اعمال كثير، لو انا كان بدي اني اكمل بهذا الخط كنت كملت. بس لا، انا هذا الفيلم هيدا بعيد عن الافلام اللي عملتها. حتلاقوا مروه شكل تاني وباسلوب تاني شخصيه غير بعيده عن الشخصيات اللي عملتها. او ان شاء الله يعني بوعدكم باشياء حلوه واقدم لكم اياها. مسلسل سمارة اللي نزل مؤخرا في رمضان اللي فات كنت عامله دور هانم يعني فيه، وكثير اعجب من الناس هذا الدور، وقالوا لي انه ان شاء الله انه لاقي مثل هيدي السكه وهيدي الدور اللي عم بتقدمي لنا اياه. كنت انا مساعده للعصابه، هذا دوري. كنت الوجه الثاني او الوجه الاول زي ما بيقولوا للرئيس العصابه اللي هو ما بيبان الا في اخر الحلقه. كنت كثير عامله في يعني في حماس اكثر انه يعرفوا مين ورا هي الست اللي عم تشتغل عند رئيس العصابه. كان في يعني دور كان مؤثر للاحداث. بدي اقول انه عندي كمان هلا حاليا عم بحضر لمسلسل حيكون من اهم المسلسلات في رمضان مع بطل كثير مهم، وحكون ان شاء الله متواجده من ضمن البطولات النسائيه. نعرف العمل ايه طيب او مين؟ لا ان شاء الله خلينا بس نبتدي نصور.